الجو حر وعايزين أكلة كده في السريع سهلة وبسيطة ومنقفش كتير في المطبخ. تعالي بقى أقولك على المخبوزات بتاعتنا دي، جميلة جدا وهشة وخفيفة كمان في الأكل في الحر وفي الصيف ده. 4 كيلو لحمة، هنعمل حاجة خفيفة هتعجب ولادك جدا. ممكن تشيها لحمة، فراخ، أي حشوة تعجبك. وهنا بقى اتبقى وحدتين كده عملتهم بحشوة النوتيلا، ما تبقاش ليها لحمة يعني، فحشيتها نوتيلا كده. عايزة اقولك طعمها خطير جدا جدا. انا بقى عن نفسي هاكل النوتيلا. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في وصفتنا على طول. معايا 2 كوباية من الحليب، ومعايا 5 كوبايات من الدقيق، يعني الوزن 750 جرام من الدقيق، 5 كوبايات تمام. ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقتين كبار من السكر، وبيضة، ونص كوباية من الزيت، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنستخدم معلقة صغيرة من الخل عشان طبعا مش هضيف فانيليا واحنا مستخدمين بيضة في الوصفة. اول حاجة لو عندك عجان هتعجني في العجان، ما عندكيش يبقى في بولة كده وانزلي بالحليب بنفس الخطوات كده والسكر. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف او في تعليق مثبت كده اسفل الفيديو. وهنزل بالزيت والبيضة تمام. وهقلب بقى كده المكونات بتاعتي كده بالشكل ده. طبعا هنا انا ما ضفتش الملح ولا البيكنج باودر. هنزل هنا في الاول بكوبايتين من الدقيق بس، يعني هضيف كوبايتين من الدقيق بس الاول، وهضربهم كده دقيقتين او تعجنيهم كده بايديكي. لو هتستخدمي ايديكي يتعجنوا دقيقتين، بتكون عجينها سايلة كده بالشكل ده. شايفين؟ كوبايتين بس من الدقيق تمام. هسيبها ربع ساعة، هسيبها ترتاح العجينة دي، هسيبها ترتاح ربع ساعة. وهنا بعد ربع ساعة العجينة بتاعتي بقت معايا بالشكل ده. شايفين؟ بقت بالشكل ده وتماسكت شوية تمام. هجيب بقى باقي المكونات بتاعتي او باقي الدقيق، هضيف عليه معلقة صغيرة الملح، وهضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلبهم كده بالشكل ده. لو لسه اول مرة بتشوفيني وما اشتركتيش في القناة، فضلا منك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتنا وكل جديد منا، ولايك للفيديو وشير، وتابعيني بقى للاخر علشان تشوفي الوصفة كاملة. تمام. هنزل بقى ببقية الدقيق بالشكل ده. طبعا ما بضيفش الدقيق مرة واحدة، انا هنا ضفت شوية. وهشغل العجان بالشكل ده، او هتعجني وتزودي الدقيق تدريجي كده، عشان كل دقيق بيختلف على حسب الخامة او المكان تمام. وضفت معلقة صغيرة من الخل. لو هتعملي العجينة دي حلو بتضيفي فانيليا، يعني لو هتعمليها بالنوتيلا هتضيفي فانيليا. فطبعا هنا الوصفة بتاعتي الأساسية ان هي باللحمة تمام، مخبوزات اللحمة. ضفت باقي الدقيق بالشكل ده، وهلاقي العجينة محتاجة شوية، هضفت لها يعني حوالي ربع كوباية. يعني انا قايلة المقادير 750، 5 كوبايات من الدقيق، احتجت كمان عليهم ربع كوباية صغيرة من الدقيق كمان.
فزي ما بقولك كده نضيف الدقيق تدريجي، ولو احتجتي بتزودي حاجة بسيطة. طبعا العجينة بتطلع معايا بالشكل ده، بتكون ملزقة كده بالشكل ده. بنعجنها 10 دقايق لحد ما العجينة بتلم معايا. طبعا هي بتبقى طرية. هنا غسلت ايديا ورجعت تاني دهنتها بالزيت، ولميت العجينة بتاعتي كده بالشكل ده، ودهنت البولة بتاعتي بالزيت. شايفين العجينة ما شاء الله عليها طالعة جميلة جدا. تمام، هحطها بقى في البولة بتاعتي وهغطيها بالبلاستيك راب كده بالشكل ده، وهغطيها بفوطة. وهنا طبعا احنا في الصيف هتاخد حوالي تخمير نص ساعة. يعني هنا بسم الله ما شاء الله على ما عملت اللحمة كانت العجينة اختمرت. احنا الجو حر اليومين دول خالص، فايه هتختمر معاكي على طول. معايا بصلايه متوسطه هقطعها مكعبات كده بالشكل ده، او لو حابه تعمليها في المفرمه او الكبه، في الكبه يعني. تمام، فرمت البصلايه بتاعتي كده بالشكل ده، ومعايا قرن فلفل. حابه تستخدميه سبايسي او بارد، ده كان رومي زي ما تحبي. طبعا في اطفال يبقى هنستخدم الفلفل الرومي. ومعايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. مش حابة تستخدمي لحمة هتستخدمي صدور فراخ، وقطعيها بقى كده زي الشاورما واعمليها بنفس الطريقة. نزلت في المقلاية على النار كده بشوية من الزيت، وضفت البصل بقى بتاعي يدبل كده بالشكل ده، وهنزل باللحمة بتاعتي. ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وزي ما قلتلك الحشوة اللي تعجبك. هقلب بقى كده بالشكل ده، وانزل بقرن الفلفل الاخضر، وهضيف الملح والفلفل الاسمر وبس كده. مش هضيف اي توابل خالص، انا عايزاها تبقى حاجة خفيفة كده، ما فيهاش بهارات ولا اي حاجة. تمام، معايا هنا بقى الصينية بتاعتي او الصاج اللي انا هسوي فيه. هدهنه كده برشة من الزيت، وهجيب ورقة زبدة. تمام، عشان المخبوزات كده تبقى سهلة معايا وقت التسوية وما تتحرقش مني. وهنا بقى العجينة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها جميل جدا. وطبعا بقى يعني الشكل بيقول ان العجينة هتطلع معايا جميلة وهشة وخطيرة وسفنجية كمان. عايزة اقولك العجينة دي ممكن تستخدميها في مخبوزات كتيرة، وتشكلي منها بقى كذا شكل وكذا حشوة جميلة جدا. معايا هنا بقى الميزان، هقطع بقى العجينة كلها بحجم متساوي. انا هوزنها هنا على الميزان. لو عندك ميزان هتوزنيها، يعني حجم العجينة من 80 ل 90 جرام. هنا حجمها كان 80 جرام، وكان الوزن بتاعها كويس جدا، ومش مش تقيلة ولا خفيفة. ف80 من 80 ل 85 جرام يعني حلو. جبت بقى صينية كده دهنتها بالزيت، وهقطع بقى العجينة بتاعتي كده بنفس المقاس 80 جرام. وكده خلصت تقطيع العجينة بالشكل ده ما شاء الله. يعني عملوا معايا الكمية دي 4 و4 8 8 و8 16 قطعة. هغطيها بقى كده بفوطة عشان العجين ما ينشفش معايا، وهنبدأ نشكلها. عايزة اقولك ان يعني المخبوزات دي ما خدتش معايا ساعة على بعضها، يعني والله اقل من ساعة في التشكيل والتخمير والتسوية كمان. طبعا احنا في الوقت الحر ده محتاجين ما نقفش كتير في المطبخ. اللهم اجرنا من النار، الجو يعني فظيع، مع كمان بقى الكهرباء اللي بتقطع دي، فربنا يلطف بينا. هنا بقى اللحمة العصاج بتاعي سيبته لحد ما برد خالص. اللحمة بردت خالص، وبعد كده اهي بالشكل ده بتنزلي بقى بالكمية اللي تحبيها في قلب اللحمة، في قلب العجينة بتاعتي يعني كده بالشكل ده. وطبعا احنا بنفرد العجينة بايدينا، وما تفردهاش رقيقة قوي علشان الحشوة ما تظهرش
بعد التسوية. تمام، شايفين بالشكل ده، وبنقفلها كده بايدينا. بصراحة يعني العجينة جميلة جدا في التشكيل وفي في التسوية، كانت تحفة بجد. هحطها بقى كده وارصها في الصاج بتاعي او الصينية بتاعتي كده بالشكل ده. لو حباها طويلة شوية بتشديها لبره كده بتطول معاك، يعني ما شاء الله العجينة مطاطية وجميلة، فيها عرق كده جميل قوي. تفردي كده العجينة برضو، هعمل معاكي واحدة كمان بالشكل ده. تمام، ما تخليهاش رقيقة. وهنزل بالحشوة. وبقفلها كده من الجنب اليمين والشمال، باخدها كده لقدام. تمام، بضغط كده واروح قافلاها بالشكل ده. شايفين؟ بسويها بقى كده بالشكل ده واحطها في الصينية بتاعتي. بسيب مسافة كده ما بين الواحدة والتانية. تمام، ما شاء الله على ما بعمل يعني كانت العجينة بتختمر معايا. وهعملها بنفس الطريقة بالشكل ده. بشدها كده لبره علشان تديني طول. شايفين اهو بنفس الشكل. هنا بقى معايا 3 وحدات هحشيهم بحشوة النوتيلا، الشوكولاتة النوتيلا. دي شوكولاتة سما. وهقفلها كده بالشكل ده بنفس الطريقة. تمام، هنا في الوقت ده انا ما سبتهاش ان هي تخمر تاني، يعني على طول ولعت الفرن وسبت الفرن يسخن. وبعد كده دهنت بقى المخبوزات بتاعتي لانها ما شاء الله يعني اختمرت معايا على طول. طبعا في الشتاء، لو في الشتاء هتسيبيها تخمر، يعني هنخمرها ساعة بدل نص ساعة، وبعد كده وقت ما نشكلها بالشكل ده بنسيبها تخمر. فطبعا احنا عاملينها في الصيف، فالسخونة بتخمر العجين معانا على طول، فما خدتش وقت تخمير يعني. هنا بقى هنا نص كوباية من الحليب ضفت عليها معلقة من السكر وهدهن بيها. تمام، انا مش حابة ان انا ادهنها بقى ببيض تاني علشان ما تبقاش فيها ريحة الزفارة يعني، فبدهنها كده بالحليب ورشيت عليها رشة السمسم بالشكل ده. هنا بقى ال3 وحدات اللي هما بالنوتيلا هحط عليهم رشة من السكر كده على الوش عشان اميزهم يعني وقت التقديم ما يتلخبطوش مع اللحمة. هدخلهم الفرن في الرف الاوسط لمدة ربع ساعة على ما ارضية الفرن كده، يعني ارضية المخبوزات تاخد لون من تحت. بولع لها الشواية واسيب الفرن مفتوح واخلي بالي وادور بقى في الصينية لحد ما تاخد اللون بتاعي بالشكل ده. معايا هنا بقى بعد ما خرجتها من الفرن، هي ما بتاخدش وقت في الفرن خالص، يعني ربع ساعة اول صينية، يعني لو عملتي كذا صينية تاني صينية بتبقى اقل. رشة كده او ببخاخ كده من المية برشها كده علشان المخبوزات بتاعتي تطلع معايا طرية ومتبقاش ناشفة. وهغطيها كده بالفوطة 5 دقايق بس كده، وبعد كده اقدمها. هتكون معايا بقى كده بالشكل ده هشة وجميلة واسفنجية جدا. شايفين الطراوة، طراوة الخبز بتاعي كده بالشكل ده جميلة جدا بجد. وحاجة كده سهلة وبسيطة وخفيفة، وهو بقى ده الاكل اللي احنا عايزينه في الصيف. مش عايزين بقى تسابيك ولا عايزين حاجات كده بقى تكون بتحمى علينا كده في الصيف، واحنا
مش قادرين ناكل، يعني ما حدش بيبقى قادر ياكل كده في الصيف. طعمها جميل جدا، وقدمتها بقى كده لولادي بالشكل ده. وكمان عملنا الخبز النوتيلا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. انا عن نفسي بقى يعني هاخد، احنا 5 افراد، كل واحد خد 3 سندوتشات من اللحمة، وانا خدت 2 بقى، وخدت واحدة كاملة من النوتيلا لان بحب الشوكولاتة جدا. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمة الله.